صباح يوم جميل، شمس مشرقة. أمس رحل ولكن ظلت معه الذكريات بحلوها ومرها. كما العادة، بيدي كاس قهوة وكنتأمل من شرفة منزلي. عقلي مشى مع الماضي ديالي، كل ما داز وكل ما غيدوز. من بعد ورجعت التفكير ديالي ل5 سنوات قبل. يوم كنت فتاة بريئة ولكن فقيرة، ومع ذلك عمري ما كان الفقر مهم بالنسبة ليا. كنت عايشة دوك الأحلام الوردية اللي كتكبر مع أي بنت، وأن الحياة غتولي زوينة من بعد. الخطأ اللي ارتكبنا أننا بغينا نكبروا بسرعة. يا ريتنا بقينا صغار. نسيت ما عرفتكم براسي. أنا مروة، بنت ككل البنات، فقيرة، بيت متواضع جدا. أحلامي كانت كبيرة رغم كل شيء، وكان حلمي أني نعيش قصة حب أسطورية بحال هادوك اللي كنقرا في القصص. اليوم جايين عندنا الضياف. ماما كتجري وكتوجد كلشي، وفي نفس الوقت كتغوت عليا. سيري قادي راسك. ما عرفتهاش علاش، راه معصبة وراها على أعصابها هكا. قادينا كلشي، وجات عمتي وجا معاها راجلها وولدها وعجوزتها. كلشي جلسوا الا انا، ما بغاتليش ماما نجلس معاهم. بقاو كيهضروا حتى عيطات لي ماما. نمشي نسلب عليهم، كنسمع عمتي كتقول: تبارك الله على العروسه ديالنا. تزنكت وحشمت. هانتي يا لاله خديجه، بنتك راها بنتي وما غيخصها خير معانا. انا ديك الساعه فهمت انها خطبتني لولدها محمد، وطبعا بابا وافق، وانا ما عندي راي فوق راي الوالد. داز كلشي بخير واتفقوا على كلشي. بعد 10 ايام كنت احلى عروس. كنت فرحانه ومتفائله باللي غتكون قصه حبي، قصه حب زوينه. داز العرس ومشيت لدار راجلي حبيبي محمد. عجوزتي دخلتنا بالصلاة والسلام للبيت ديالنا، جلست ورجع رفع عليا الطرحة. اللي شاف فيا ما حيدش عينيه، وقال لي: اجمل وحده شفتها عيني في حياتي كلها. ما عمري شفت شي وحده بحالك انتي. ملاك يا ناس، انا باينه درت شي حاجه زوينه في حياتي حتى تجازيت بيك. طبع قبله على جبيني، حسيت راسي غنسخف. هادشي بزاف عليا. وليت حمرا بزاف وحشمت. قال لي: ما تحشميش مني يا حبيبه، من هنا الفوق غتولفيني. انا عارف بلي انتي صغيره وما عارفه والو، لكن معايا غتحسي بالامان. وفعلا حسيت بالامان. دوزت معاه ايام عسل، كل لحظه معاه وكل لمسه خلاتني نتعلق به ونعيش حياه افلاطونيه معاه. واخيرا عشت الحب اللي كنتمناه. معاه كنت مفاهمه مع كل شيء، وكنت متعلقه به لدرجه الجنون. اه، كنت دوزت 6 شهور حتى لواحد النهار حسيت بالدوخه وطحت. ملي فقت لقيت حبيبي واقف عند راسي وكيقول لي: واش لاباس؟ قلت له: اه. بدات عجوزتي كتزغرت وكتصلي على النبي. قال لي: يلاه نمشيو للطبيب. مشينا، فحصني وشافني، قال لي: عندك فقر الدم، وهذا هو السبب اللي خلاك تطيحي. طاح هي النص. كنت فرحانه. شنو غنقول لعكوزتي وهي اللي صحاب ليها بلي راني حامله؟ دن فيا محمد. عدنا نقدو ارتاحيت. مشينا للدار. دخل هو ومول البيت، ما عرفتش قالو، وخرجت قلبه وجهها عليا. اما محمد جا معنكني وقال لي: ولا عليك، دابا تحملي وتنسيها في هذا الشيء اللي وقع. باسني وطلب مني نخرجوا نفوجوا شويه، وفعلا داك الشيء اللي درنا. دازوا ايام ولا اروع مع محمد. كنزيد نبغيه يوم عن يوم. فعلا حياتي بلا بيه ما تسوى والو. من نهار وقع داك الشيء وعمتي ما حاملانيش، كل مره كتشربني شي حاجه كتقول لي: هذا دواء، وكندير ليها الخاطر. ها اللي كيدير ما كيدير لي والو، ها اللي كيوصلني للسبيطار، ها اللي كيقييني. صبرت معاها. المهم عندي هو محمد اللي منور قلبي مضوي لي حياتي. كنت عايشه الاحلام معاه، وما كنتش شايفه حتى حاجه من داكشي اللي كانت كدير ماما فيا، حيت الشوفه فيه فقط كتخليني نفرح ونرتاح. داز عام على قصه حبنا الجميله. كان كلشي غادي مزيان، الى ان جاء عندي محمد واحد النهار قال لي: حبيبه، خاصنا نمشيو للطبيب باش نعرفوا علاش تعطلتي ما حملتي. كانت اجابتي بنعم، حيت في داك الوقت لو كان قال لي: يلاه تمشي معايا لجهنم، كنت غنمشي وما غنقولش لا. مشينا ومشات معنا حتى عمتي، واستقبلتنا الطبيبات وما فحصاتني ودارت لي التحاليل اللازمه وهضرات. اش غنقول لكم، هو في الحقيقه كنتاسف، ولكن مدام مروه ما غتقدرش تحمل دابا. نزل عليا كلامها بحال الصاعقه. ما قدرتش نطق حتى كلمه. كنشوف محمد كنلقاه مصدوم. قال لي: واش ما عمرها ما تقدر تولد؟ قالت ليه: ما قلت هاد الشيء، كلشي عند الله ممكن. الا استعملت الدواء ديك الساعه نشوفوا استجابتها ليه. قال ليها: وهاد الاستجابه ممكن تكون على شحال؟ قالت له: كل وحده والجسم ديالها. كاين اللي 6 شهور، كاين اللي عام، كاين اللي 5 سنين، وكاين اللي حتى 10 سنين واكثر. قال لي: 10 سنين؟ قالت له: خليو ايمانكم بالله قوي، كلشي ساهل عند الله. نضنا مصدومين ومدمرين نفسيا من الجلسه ديال الطبيبه، خصوصا انا. كنحاول ما نبينش.
كان عندي أمل قوي واخا هكاك، الطبيبة قنعتني، ولكن للأسف عمتي ما اقتنعتش، ما كانش عليها نفس التأثير. حاولت نهضر مع محمد ولكن عمتي سبقاتني ليه، ما عرفتش اش كانت كتقول ليه. وجا عندي مبدل. حاولت نهضر ولكن ما خلاتنيش. قال لي بلي عيان وخاصو ينعس. كنت عارفة أن ما فيش نعاس، كنت كنحس بيه كيتقلب وما ناعش. مع ذلك خليته على راحته. أنا كنعرفو مزيان وحاسة بيه. الصباح ملي فقت ما لقيتوش، ما عرفتش فوقاش خرج. كان عندي رغبة ملحة أني نهضر معاه ونعنقو ونحسو بلي كاين أمل. أنا متأكدة بلي نحيي فيه هاد الأمل. هو كيسمع مني. مشاعر بيننا كتحسس كل واحد بالأمان تجاه الآخر، وكتخلينا نتجاوزو كل المحن مع بعضنا. خرجت من بيتي ما لقيتش حتى عمتي، ما عرفتش فين مشات. فطرت وخملت الدار شوية، وهي تدخل عمتي بتعابير مألوفة، ودخل من موراها محمد. فرحت ملي شفتو، عنقتو دغيا ولكن هو كان دبلان بزاف، عينيه فيهم حزن عميق. دخلت انا وياه لبيتنا وعشت حبنا. شفت فيه ولكن ما بغاش يشوف فيا، ما بغاش يشوف ليا في عينيا. وقال لي: مروه، من الافضل تمشي دوزي شي ايامات مع ماماك، الا ما يهدى الجو هنا. قلت له: محمد، انا ما نقدرش نبعد عليك حتى دقيقه، انا. قال لي: عافاك، ما تصعبيهاش عليا. قلت له: شوف ليا في عينيا، انا هي حياتك. عنقني وقال لي: يومين مروه، يومين ونجي ناخذك من داركم، تكون فيها الوالده ارتاحوا اعصابها، انا خايفه عليك منها. شديت له وجهه، قلت له: واخا، انا غندير داكشي اللي قلتي، ولكن ما بغيتكش تغيب عليا، كل يوم اجي عندي، غنتوحشك بزاف، كنبغيك، وما نقدرش نصور حياتي بلا بك محمد. شد ليا في يدي وباسهم بواحد الاشتياق كبير، وبعدها عنقني وقال لي: كنبغيك مروه. عنقني بشده وكانه عناق ديال جوج الناس كيتوادعوا. ما بغيتش نفكر حتى فيها، انا نرتاح يومين في دارنا ونرجع لحضن حبيبي وامير عرش قلبي. جمعت حوايجي اللي غنحتاج في هاد اليومين وخرجت نسلم على عمتي ومحمد معايا. لقيت عمتي ضاحكه، سلمت عليا وقالت لي: بلغي سلامك لداركم. مشيت لدارنا وصلني محمد وباس لي راسي. دخلت لدارنا بحال الا عمري كبرت فيها. حسيت راسي تخنقت، حسيت راسي دخلوني لتابوت. يا قلبي، حسيتو مقبوط. ماما وبابا بجوج ساكتين، ما قدروش يهضروا. دخلت لبيتي القديم وحاولت نتعامل عادي، ولكن كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. جات ماما وبدات كتبكي وتندب على زهري. انا كنسكت فيها كنقول لها: بركه، راه هادشي كلشي غيدوز، ملي ندير الدواء عاد غنفهم. من بعد اني كنت ما فاهمه والو، واني غير كنت كنحلم بالزايد، وان الواقع شيء اخر. ما كنتش متوقعه اني غنتخلى على الاحلام الورديه وغنتوقف على الاحلام بمره. ما كنتش متوقعه ان الحياه قاسيه حتى لهاد الدرجه. احلامي كانت بسيطه لدرجه كبيره، كنت باغا فقط قصه حب وحصلت عليها، ولكن ما كملتش وخلاتني نعاني طول حياتي. واخيرا فهمت بان محمد تخلى عليا وعلى حبنا ببساطه كبيره. ما استوعبتش هادشي اللي وقع. ماما كتهدن فيا وكتقول لي: صبري، صارك هو هذا. وانا كنغوت وكنبكي: محمد لا، اكيد نتوما كضحكوا عليا، هو مستحيل يديرها، اكيد نتوما باغيين تفرقوني عليه. لا. كنت باغا نجري نخرج ونمشي نسول وندق عليهم في بابهم، ولكن بابا وخوتي استعملوا عصبيتهم معايا وطرقوا البيبان. بابا تعامل معايا بحزم وانا كنبكي وكنوح عليهم، طرشني وقال لي: فيقي خلاص من دوك الاوهام، فيقي، محمد غيتزوج واحده اخرى وغيولد معاها الولاد، زايه عليك، وبركه من داك الفشوش، ولا كان بغاك كاع ما يخليك على قبل الولاد. كلام بابا نزل عليا بحال السيف الا غرزتيه في قلبي. ما نقدرش نتيق هادشي اللي كيوقع لي، مستحيل نتيقو، مستحيل. محمد كيبغيني بزاف كما انا كنبغيه، عينيه كانوا كيقودوها، ضعفوا معايا كلشي. كيقول بلي هادشي مستحيل يوقع، مستحيل يقدر يعيش بلا بيا. هذا كان كلامه ليا. حسيت الدنيا كدور من حولي ومضبه. شويه كنسمع غير اصواتهم، غيبت على الوعي، ما فقت الا على الماء كيطش عليا وخوتي دايرين بيا وعلامات الخوف باينه على وجههم. نعستني ماما وقرات عليا شويه القران وانا حاسه جسمي ثقيل عليا. الصباح فقت كنسمع العيالات الجيران برا مع ماما كيهضروا، كل وحده اش كتقول. وحده كتعطيها في الوصفات، وحده كتقول ليها خاص ديها عند الفقيه يحيد ليها العكس، وحده كتاسف على صغر سني، مسكينه غتطلق وهي صغيره. ما قدرتش نصبر لكاع داكشي اللي كنسمع. سديت ودنيا وبدا الانين ديالي مختلط ببكاء وشهقات متقطعه، حتى كيقطع حبل افكاري جمله سمعتها من دوك العيالات هي اللي زعزعت كياني. ديك الجمله اللي خلاتني نسكت: في خباري بلي سي محمد اليوم عنده الخطبه. كذوب، كذوب، خاصني نفيق من هذا الشيء. الخطبه، 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 الكابوس. خاصني نفيق، انا غير كنحلم، انا غير كنحلم، انا غير كنحلم، عارفه راسي. خاصني نفيق، خاصني نفيق. ما حسيتش براسي حتى غوته وحده. لقيت كلشي جرى عندي، حتى العيالات وماما وكلشي، وانا نغيب عاوتاني. ملي فقت لقيت راسي مغطيه وحدايا مصحف والبيت خاوي. كنسمع حديد خارج البيت. هاد المره ماشي العيالات وانما ماما وبابا.
راه جاتنا الاستدعاء باش تمشي تطلق البنت وما عندنا ما نديرو. المكتب بيناتهم تسالى وهو عنده مبرر، بنتنا ما كتولدش، ما عندنا ما نقولوا للقاضي، باينه غيعطيه الحق. وما تفرطوش في الحقوق ديالها، النفقه وكلشي. خليها ما تنسيش ان هذه راها اختي وما غنوقفش قدامها في المحاكم على اخر الزمن. بنتنا راها عندنا وحنا اللي غنصرفوا عليها، ما حد يعايش كيف ما صرفت عليها هذه 18 عام. سكتينا، ما بغيتش تهضري على هذا الموضوع مره اخرى. انا كنت كنسمع وما متيقاش اني وليت سلعه. لا مستحيل. تفكرت الخطبه، تسحبت بلا ما يشوفني بابا وخرجت ما شافني حد. مشيت كنجري وانا مرفوعه، حاسه بلي حتى واحد ما كاين في الدنيا. كنجري وكنقطع في الشانطي بلا ما نشوف، والطوموبيلات كيكلاكسيونيو عليا. وشي كيعاير، واش ما كتشوفيش قدامك العمية؟ انا عميت في هاد الساعه وما كنشوفش قدامي غير محمد. وصلت لدارهم، فعلا كان باين عندهم شي فرح وكاينين الناس. دخلت وشفت اللي عمري تخيلت اني غنشوفه. جالس هو، كان جالس بارز مع شكون؟ هذه كانت جارتي. شحال ضحكت معايا وشحال جات عندي. كيفاش قدرت دير هاد الشي؟ وهي اللي طول الوقت كانت دايره راسها صاحبتي، غير شافتني زاد شدات في يد محمد وناشطه وضاحكه بحال الا كتقول لي ها هو راه ولا ديالي. واش كاين بنادم بحال هكا؟ تصدمت منها. كيفاش يقدر الانسان يكون عنده جوج وجوه؟ تلفت، محمد شافني بحال الا شاف جن. تصدم ولا احمر. ناض وجا عندي، جرني لبرا وانا ما قدرتش نهضر معاه. تعامل معايا بواحد القسوه اول مره كنشوفها فيه. واش هذا هو محمد اللي كنعرف ولا غير شي واحد اخر؟ ملي جرني قال لي بواحد الحزم شنو جايه ديري هنا؟ وانا في قمه الصدمه قلت له محمد اش هادشي واقع؟ قال لي ياك هضرت مع باباك صافي مروه كلشي بيناتنا تسالى، انا غنبني حياتي جديده. قلت له محمد انا ما متيقاش، واش انت محمد؟ فين هو الحب ديالنا اللي؟ قال لي ما كاين حب، فرقيني عليك خلاص. انا ما مستعدش نعيش بحياتي مع وحده عاقره ما كتولدش. انا باغي نستقر، ما باغيش نلعب ونبغي داك الهضره الخاويه. قلت له هضره خاويه؟ حبنا هضره خاويه؟ مستحيل نصدق هادشي اللي كنسمع. محمد شوف فيا مزيان وفيق. انا راه عمرك وحياتك اللي انت كنتي كتقول لي هاد الهضره نسيتي كلشي. مازال ما كملت الهضره حتى كيجرني شي حد وكنسمع عمتي كتقول ديوها عند باها هو يتفاهم معاها قبل ما دير لينا شي فضيحه مع الناس. جرني بحال شي بهيمه ولا شي وحده ما عندها قيمه. هو كيشوف فيا كنتجرجر وكنتهان قدامه من اللي يسوى واللي ما يسواش وما تحرك فيه والو بحال الا تهنى مني. استسلمت ومشيت معاهم وانا مرفوعه وحاسه بلي راه ما رانيش في هذا العالم. صدمه قويه ضرباتني الدنيا جوج المرات. المره الاولى ملي حرماتني من الاولاد، والمره الثانيه ملي اكتشفت ان حبي عباره عن سراب، وهم كبير كنت كنجري موراه. قصه حياتي، الالام الاحلام والحب والحياه كلشي مشى تبخرات. كلشي مشى. واش صافي هذه هي النهايه؟ واش صافي تسالات حياتي هنا؟ لقيت بابا تالف وكيقلب عليا، غا شافني جا كيجري صرفقني بيناتهم. ما حرقتنيش التصرفيقه رغم انه ضربني بكل ما اوتي من قوه، ولكن النار اللي شاعله في قلبي ديك الساعه ما خلاتني نحس بوالو. كان عندي رغبه واحده في ديك الساعه، هي اني نموت ونسالي من هذا العذاب اللي راني فيه. حياتي تقلبات في مره واحده. كيفاش وعلاش وباش ما عرفتش. دخلت للبيت ديالي وخليت بابا كيدابز وسديت الباب. ما كنت كنسمع والو من غير صوت محمد كيتعاود في ودنيا. حبنا هضره خاويه، حبنا هضره خاويه. ما بقيتش باغيك. شويه دخل عندي خويا الصغير، هو اقرب واحد ليا في الدار. شافني في ديك الحاله وعنقني. قال لي طلبي مني اي حاجه نديرها لك. اختي عافاك ما تبكيش، والله ما يستاهل دموعك. ما جا في بالي ديك الساعه الا البحر. قلت له عافاك ديني خويا البحر عافاك. ما تقولهاش لبابا، باغا نتنفس، حاسه راسي غنطرطق. قال لي واخا انا غنتصرف. مشى وهضر معاهم ورجع عندي. قال لي يلا نمشيو. ما عرفتش كي دار قنعهم. يمكن حتى هما كيتألموا معايا غير ما كيبينوش. يمكن باغيين يديروا اي حاجه باش ننسى هاد الالم اللي فيا. مشيت انا وخويا وغير شفت وتنفست الهواء ديال البحر. حسيت باني باغا نخرج كل هاد الالم ديالي. غوت باعلى صوت عندي، غوت بالجهد بزاف حتى خوات مني القوه. كنت كنقلب على اي حاجه نبرد بها النار اللي شاعله فيا. جلست وانا القوه ما فياش. خويا غير كيشوف فيا خلاني، حيت عارف ان هذا احسن حل ليا باش نفرغ الغضب اللي في قلبي. شويه نطو لحت راسي في الماء البارد ديال البحر، مع انه كان شهر جوج والبرد بزاف. مع ذلك ما حسيتش ابدا بالبرد. ديك النار اللي شعلت دخلت لداخل ضغط على البرد وعلى الدنيا. كلشي حسيت بشي حد جبدني وخرجني من الماء. هذا خويا هزني وداني للرمله وبدا يعنق فيا باش نسخن. كنت كنترعد ولكن ما حسيت بوالو. بدا كيقول لي واش باغا تقتلي راسك على قبل هذاك الشماته؟ كانوا شي دراري عساسه تما يمكن ديال البحريه الملكيه شافونا، مشاو كيجريو جابوا فوطه وغطاونا بجوج. بديت كنعطس
تما وديك الساعه طلب مني خويا نرجعوا للدار. رجعنا وبدات ماما كتغوت وكدابس حيت رجعنا بجوج فازقين. طلبت منا ما ندوشو بالماء السخون، ولكن النار اللي داخل ديالي كي غندير نطفيها. ما سمعتش من ماما ومشيت دوشت بالماء البارد. خرجت وحسيت بالذات ديالي ثقيله عليا بزاف وكلشي فيها كيحرق. مشيت تغطيت وحسيت الجسم ديالي كيترعد. حسيت راسي عيانه بزاف، حاولت ننسى ما نسيتش. كيفاش نقدر ننسى حياتي؟ هذاك راه حياتي. غفيت شويه ونعست، ولكن السخانه ما طلقتش مني. ماما بات مقابلاني كتحاول تنزل الحراره ديالي. ماما باتت حدايا مقابلاني وانا فمي فيه غير سمية محمد. خوتي ما كانش عندهم شي حل اخر من غير انهم يعيطوا للاسعاف. جي تهزني اللي داوني للسبيطار، فحصوني وحاولوا ينزلوا الحراره. كنسمع الطبيب كيقول لي عندها نزله برد قويه، خاصها تبقى في السبيطار شي ايامات حتى تستقر حالتها. شديت ناموسيه في السبيطار وما كنقدرش ناكل، السيرو في يدي وغير ساكته. عائلتي كيهضروا معايا ما كنسمع لتا واحد. كنت حاضيه حاجه وحده، الباب. كنت حاضيه وشايفاه داخل من الباب وجاي يعنقني ويقول لي راني معاك انت، ما نتخلاش عليك. جا خويا قال لي اختي ما ديريش في راسك هكا. قلت له الله يخليك، قولوا راها في السبيطار، يمكن قلبو يحرقوا عليا. ملي يشوفني هكا قنعته وحن فيا وهز التليفون صونالو. قالوا بلي مروه راه في السبيطار. سمعت كيقولوا الله يشافيها، قول ليها تحيدني من دماغها وتبعد لداك التبرهيش بلا ما دير فيها بريضه باش نجي نشوفها. انا ما جايش. قطع. كنحلم، اكيد كنحلم. ولا هذا اللي يهضر دابا ماشي محمد، هو بصوته هو. انا في حلم ولا في كابوس؟ خاصني نفيق. بزاف عليا هادشي بزاف. شنو درت في حياتي باش يوقع ليا هادشي؟ بكيت حتى عييت. واش ممكن الحياه تقسى حتى لهاد الدرجه لشي واحد؟ واش ممكن كلشي يتقلب هكا في مره؟ دوزت 3 ايام في السبيطار، ما كنقدرش ناكل غير السيرو والدواء. جا النهار اللي نخرج فيه شد فيا خويا شدو لنا طاكسي باش نمشيو للدار. ركبنا وانا مرفوعه وساكته، ومول الطاكسي كنداير القران وما تسمع ودني ديك الساعه الا ايه وحده: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. هاد الايه بالنسبه ليا كانت بحال الاكسجين، حيات فيا الروح وعطاتني جرعه من الصبر والقوه. تنفست بعمق وقلت في نفسي ان الله مع الصابرين. وصلنا للدار، مشيت نعلت الشيطان وتوضيت وصليت وبكيت لله وحده خالقي، وعاهدته اني ما نشكي لتا واحد من غيره، وما نبكيش لغيره، وما ندل نفسي لغيره. وقررت نوهب حياتي لله. رضيت يا الله بقدرك خيره وشره، ما بقيت باغا والو من غير سترك ورضاك يا الله. صليت لله فعلا، التضرع لله راحه ما يحس بها غير اللي يصلي ومؤمن بقدره. الغد ليه طلب مني الاب ديالي نلبس حوايجي ونمشيو نحضروا جلسه الطلاق. كان موضوع صعب بالنسبه ليا. حضرت ولقيتو جاي وجاب معاه حتى ديك المسمومه. علاش تغير هكا؟ ما فهمتش. حاولت نتفاداها، ما بغيتش مشاكل مع الوالد. دازت الجلسه سريه وتم الطلاق طبعا. حالتي ديك الساعه ما كان عالم بها الا الله. بركان نايض في قلبي، ما شفتش محمد حيت غنزيد نتالم بسببه. خرجنا انا والوالد ديالي ومشينا بحالنا. بقيت كنبكي في صلاتي وكندعي لله يصبرني حيت ما قدرتش، هادشي صعيب بزاف. بعد ما وقف على الطلاق انتشر الخبر بين الاقارب والجيران وكلشي عجبو الحال طبعا. كل واحد اش كيقول، شي كيتشمت وشي كيقول الله اعلم اشنو دايره، وكلشي كيرد اللومه عليا حيت ما كنولدش. في الطلاق كتكون المراه هي المذنبه الوحيده حيت مراه. اما الراجل لا ذنب له حيت كيبقى راجل وما عليه ذنب وما كيتعيبش. والمراه المطلقه كلشي كيخاف منها، كلشي كيشوف فيها شوفة العاهره. المراه هي المتضرر الوحيد من الطلاق. دازو شي ايامات جات عمتي ام محمد عندنا، دخلت وكتعرض علينا وبلا حشمه قالت لي والديك معروضين للعرس ولدي محمد، امانتي يا مروه الا جيتي غدا غير يبقى فيك الحال وتفقسي اللهم بلاش. بصوت مبحوح قلت لها مبروك عليه. ما قدرتش نتحمل ان فراشي غتنعس فيه شي وحده اخرى وانه غيلمس وحده اخرى. شعور صعيب بزاف ما يتوصفش. مشيت لبيتي وبكيت وصليت كما العاده. في اليوم المعلوم ما بغاوش يمشيو والديا للعرس، ما كنتش متوقعاها. كنت كنتظر من بابا يقول راه هذيك اختي الوحيده ويقول لي بلي مكتاب، ولكن الواقع كان هو بنفسه مقهور من جهتي. نهار كامل ما كليت، ما بقيت غير كنفكر نهار زواجنا وكيفاش داز كلشي بخير. ما قدرتش ننعس، بقيت كنفكر فيه. ما قدرتش نصبر وانفجرت بالبكا. بكيت حتى عييت بمجرد اني نفكر انه معاها دابا. نتقطع من قلبي. يا قلبي علاش؟ سمعت الاذان ديال الفجر كيودن. استغفرت ربي ونتوضا باش نصلي ونرتاح. مشيت شفت المرايه، شكون هادي؟ وجه شاحب وهالات سودا تحت العين وعينين حمر وضعافيت بزاف. فين هي مروه اللي كان وجهها يشع بالنور، اللي كان جمالها كلشي كيهضر عليه؟ واش هكا غندوز حياتي؟ غندوز حياتي في البكا عليه وهو عايش حياته؟ مستحيل. توضيت وعاهدت ربي اني نوقف على رجليا من جديد وما نسمح لحتى حاجه تبكيني من هنا لفوق. محمد صافي تزوج وحيدني من بالو.
اش كيدير دابا وشنو غيكون مصيري من هنا الفوق؟ كلها افكار كتمشي وتجي في بالي. شنو غندير؟ بقيت 6 شهور وانا على حالي والناس ما مخليينيش في حالي، كيهضروا بزاف. ومن الاخبار اللي سمعت ان مرات محمد حامله، فرحت له من جهه وحزنت من جهه اخرى. حزنت على نفسي وهو عايش حياته وانا كنزيد نرجع للور وكنبكي على الاطلال. واحد النهار كانت جايه عندنا واحد السيده من العائله، قالت لي مالك ساده على راسك هكا، طلق ماشي نهايه العالم. قالت لي شوفي شي خدمه تلاهي فيها. شجعاتني حتى انا الصراحه الا بقيت في الدار غادي غير نزيد نموت. قالت لي راه كاين واحد الروض ديال الاطفال، محتاجين شي وحده تقابل الدراري صغار. انا رحبت بالفكره، على الاقل الا حرمني الله من الاولاد نربي ولاد الناس. المهم دوز وقت اكبر مع الدراري الصغار. ولكن عندي مشكل واحد وهو بابا، ما نعرف واش يخليني نخدم، خصوصا ان المطلقه كتزاد عليها القيل والقال. فكرت بزاف ولكن انا خاصني نخرج من هاد الدوامه باي طريقه، حيت الا بقيت فيها راه غنموت بالبطيء. ما كان عندي حل الا خويا. هضرت معاه باش يمشي يقنع بابا، حاول معاه ولكن راسو قاصح ما بغاش. يأست حيت الامل اللي كان عندي تلاشى، ونقطه الضوء اللي كنت شايفاها طفات. استسلمت وبقيت في بيتي ناعسه حتى جات ماما طلبت مني نمشي نتعشى معاهم. قلت ليها ما عنديش الخاطر للماكله ومشات. بقيت شويه، جا عندي بابا جلس معايا قال لي بنتي الوحيده ونور عيني في الدنيا، انا ما بغيتكش تقتلي راسك بهذه الطريقه. الا كانت الخدمه غادي تخرجك من هذه الحاله فانا ما عندي مانع، تمشي تخدمي ولكن بشرط شرفك بنتي واخلاقك يبقاو كما ربيتك عليهم. نقزت وعنقت بابا، قلت له ما تخافش انا غنكون عند حسن ظنك. فرحت وضحكت. الضحكه اللي من نهار طلقت من محمد ما شافها عليا شي حد. والغد ليه مشيت نبدا الخدمه بعد ما وصات عليا ديك السيده. بديت اول يوم ليا في الخدمه كان زوين بزاف، نشطت مع الملائكه الصغار كيحمقوا، دوزت معاهم وقت زوين وحتى هما تعلقوا بيا دغيا وارتاحوا ليا. مديرة الروض حتى هي فرحت بيا حيت خاطري دايره للدراري الصغار. دازوا احلى ايام مع الاطفال، كلشي ولفني حتى اللي خدامين تما. ومن بين اللي خدامين كان واحد العساس مازال شاب، وكان ديما كيشوف فيا وكلشي لاحظه عليه. انا ما بغيت نعطيه امل، كنت دايرها في راسي وما خصني مشاكل، ما خصني امال فارغه. انا مطلقه وعاقر، معايا قرا من الفوق، شكون غيبغيني؟ هادشي باش كنت قانعه راسي بهادشي. حتى لواحد النهار ساليت خدمتي وجيت نخرج حتى كنسمعو كيعيط ليا. كان حشمان بزاف، قال لي مروه انا نجيك من الاخر، انت من النهار الاول سلبتي لي عقلي، بتبات ديالك ودخولك سوق راسك ما نكذبش عليك حتى جمالك، ولا قبلتي عليا انا ناوي الحلال، ما لقاش احسن منك. انا تصدمت وجاوبته ولكن انا طلقت حيت ما كنولدش. واش انت عارف هادشي؟ قال لي انا عارفه على كلشي وما كيهمنيش، ما كيهمنيش هادشي، انا بغيتك انتي. صدماتني هضرتو، ما كنتش يسحب لي انه كاينين رجال في الدنيا هكا. جاوبته يكون خير ان شاء الله. هاد الجمله بحال الا ردات فيه الروح، ضحك وقال لي بارتباك انا غنقولها للوالده ديالي ونتفقوا فوقاش يجيو عند الوالد. مشيت وانا كنتامل يوم مشرق وحياه ممكن تضحك مره اخرى. الغد ليه مشيت ولقيت تما واحد المراه في بدايه الستينات، سلمت عليها وعرفت انها ام الخطيب. شافت فيا باعجاب وبدات كتسولني منين وشحال في عمري، وتشاركنا الحديث. تشاركنا معنا الحديث شي بنات خدامين تما، الا ان قالت لي وحده ان شاء الله مروه يعوضك الله معك مع هذا السيد كل ما داز عليك في الزواج الاول. ديك الساعه موت صدمات. قالت لي اين زواج واش انت كنتي مزوجه من قبل؟ جاوبتها سولات مجددا وعلاش طلقتي؟ حنيت راسي وقلت ليها على الولاد. زادت الصدمه ديالها تنهدات. قالت لي شوفي يا بنتي، انت رزقك عند الله مكتوب والله غيدير لك تاويل الخير، ولكن انا ما بغيتش ولدي يتزوج وحده عاقره حيت انا بغيت نشوف حفايدي. ما تديش على الاعجاب اللي داير بيك دابا، الزواج ماشي غادي يلد، الزواج عمر كله. الله يجيب لك خير شي خير يا بنتي، واللي ما غيصلح لكش. هو بقى فيا الحال، بقى فيا الحال بزاف ولكن ما بينش. قلت لها امين خالتي. ناضت مشات وانا كملت على خدمتي. جيت نخرج لقيت العزاز قال لي مروه انا باغيك وما كيهمني حتى واحد في الدنيا. شفت فيه وقلت ليه كلشي قدر ومكتوب. حسيت بيه ما عجبوش الحال، كان باغيني. قال لي مروه انا مستعد نتزوج بيك بزز عليهم، انا باغيك ما تحرمينيش منك. قلت له رضا ميمتك بالدنيا وما فيها، ما تخافش غتنساني وغتعيش حب مع مرة اخرى. اختار لك ماماك، سيره ولد الناس، انا ما نصلحش ليك. مشيت وخليته، واخا شايفه في عيونه الحب ولكن كنت كنشوفه في عيون محمد حب اكثر من هذا. وفي الاخر تلاشى ونساني بسهوله. اكيد حتى هذا غينساني بسهوله، حتى هو ما بقيتش كنثيق في الدنيا. قدر هذا ما كانش خاصني نحلم من جديد. خليني مع الملائكه الصغار، هادشي وبزاف عليا في الحياه، بركه عليا. دازوا ايام وانا مرتاحه في خدمتي للاطفال، كلشي فرحانين بيا، كنعقل على سميتهم واحد بواحد. آلاء، ميساء، عز الدين، بوعينين كبار، تسنيم الغزاله، ضياء، وهيثم وكرم، كلهم اطفال دخلوا لقلبي. وليت فين ما مشيت كنلقاهم مورايا حبابي كيحماقوا عليا.
وكنحماق عليهم هما اللي مصبريني على هاد الحياة. دوزت ايام ولا اروع مع الملائكه الصغار، ما بقيتش كنحتك بزاف مع اللي خدامين تما، داخله سوق راسي وما كنهضر مع حد. حدوديه بزاف، حتى لواحد النهار جا عند المديره واحد الراجل في بدايه الخمسينات، انيق وباينه فيه، باين عليه العز من طوموبيلته الفارهه. دخل لمكتب المديره وانا بقيت مع الصغار شويه، لقيت خرج من المكتب وجاي لعندي، بقى كيشوف فيا وقال لي: انت جديده هنا؟ قلت له: اه. ديك الساعه شاف فيا من الفوق لتحت ورجع للبيرو، بقى كيهضر مع المديره. انا كملت الخدمه ديالي كالمعتاد، اما السيد ودع المديره ومشى. جات عندي ديك الساعه واحد البنت خدامه تما، قالت لي: راه هذاك السيد من العائله ديال المديره، وباللي سمعته كيسول المديره عليا. انا استغربت، ولكن قلت في نفسي ربما سول حيت شافني هنا اول مره وجا الفضول يعرف شكون انا، خصوصا اني كما عرفت انه كيزور المكان بزاف. كملت خدمتي ومشيت، وانا غاديه في الطريق وقفت عندي نفس الطوموبيل. استغربت جدا، هبط الدجاج وقال لي بواحد الثقه: مروه طلعي، بغيت نهضر معاك شي حاجه مهمه. انا شفت مزيان، قلت له: لا اسمح لي. وزدت. لقيته خرج من الطوموبيل وتبعني، قال لي: راك متكبره مع راسك، حاسه براسك، ولكن تستاهلي، حتى انا كيعجبوني اللي بحالك. خرجت فيه عيني، قلت له: خليني نمشي عافاك. شدني من يدي وفجر القنبله في وجهي، قالها بالفم المليان: تمشي معايا للدار نشطو شويه وما غيخصك معايا خير. انا ديك الساعه تصدمت، غوت عليه وفلت من يدي، جريت وانا كنبكي وقلبي محروق. اش هاد الحياه يا ربي، شنو درت طيطرا لي هادشي؟ عمري ما اديت شي حد. علاش الناس خايبه؟ علاش اللي مطلقه كلشي كيشوف فيها مجرد وسيله لتفريغ الشهوات؟ كلشي كيشوف فيها نظره جنسيه. علاش هادشي؟ المره الاولى ما بغاش بابا يخليني نخرج حيت خايف من هادشي، حيت عارف ان الدنيا عامره ديابه. مشيت للدار، دخلت وبقيت كنبكي وكنفكر كيفاش تفكر فيا داك الكلب هكا. انا ماشي وحده معريه ولا كنتعوج على الرجال، ما فيها حتى شي حاجه اللي تجبد. علاش هكا؟ ولا هما كيعجبوهم ينوعوا يجربوا كل الانواع؟ استغفرت الله وطلبت منه يحميني من هاد الانواع. يا الله عاوني. الصباح فقت، صليت وفطرت ومشيت كالعاده للخدمه. حاولت ما نفكرش في داكشي ديال البارح. ملي مشيت قالوا لي البنات بلي المديره كتسول فيا. مشيت عندها ودابست معايا وقالت لي بلي داك الراجل ديال البارح كيتهمني بلي كنعرض راسي عليه وبلي اخلاقي منحله ومغناسبش الدراري الصغار. ما عطاتنيش فرصه ندافع على راسي وبخاتني، وقالت لي: هذا اخر انذار ليك، شكوى اخرى منك غادي تمشي بحالك. انا بقيت مصدومه، خرجت من عندها نزل عليا الباطل وانا ما عرفتش حتى ندافع على راسي. ما كان في يدي الا نجلس على ظهري ونبكي على ظهري، ومشيت لبلاصتي المعتاده فين كنحط حوايجي وانا نلقى ورقه تما مكتوبه. فتحتها ولقيت مكتوب فيها: هذه قرصة ودن صغيره، نتمنى من موراها ديري عقلك وتوافقي على داكشي اللي قلت لك البارح، وإلا مصره تعصبيني غتشوفي وجه اخر ديالي. هاد الورقه طيحت مني النص. الله يا ربي، واش اللي تحافظ على شرفها في هذا الزمان تاكل الدق؟ الله يا ربي، اش غيوقع لي اكثر من هذا الشيء؟ بقيت كنبكي بزاف، والاطفال كل واحد مني كيواسيني، مساكن ما عارفين شنو كاين. بقيت هكاك ما قادره نهضر، غير كنبكي. واحد شويه جات واحده من الامهات شافني في داك الحاله وجات عندي، بقات كتسولني: مالك؟ وانا بحال الا كان خاصني غير من نفرق قلبي. عاودت ليها كلشي بلا ما نحس. فرغت قلبي من نهار تزوجت الى ان وصلت لهاد الزمر اللي باغي معاه من يدوز الوقت. كنعاودو نبكي وهي كتسمع. بقيت فيها عنقاتني ونصحتني، قالت لي: واياك تفرطي في شرفك وبلي انا كبرت في نظرها، حيت ما غرونيش الفلوس ديال داك الراجل. قلت له: لا. ارتحيت معاها في الهضره ومسحت دموعي ونط نكمل خدمتي ومشيت بحالي. صليت ودعيت الله يخرجني من هاد المحنه ويبعد عليا داك الحيوان وامثاله. الغد ليه مشيت نخدم، قالت لي واحد البنت: راه كاين شي حد بغا يشوفك. مشيت نشوف شكون، وكانت المفاجاه لقيت ديك السيده اللي شكيت عليها همي البارح، وكانت مع واحد السيده اخرى في بدايه الثلاثينيات، انيقه بزاف وجميله بزاف. سلمت عليهم وجلست. عرفتني على ديك السيده وقالت: انا عاودت قصتك للمدام المنال وهضرات السيده منال. قالت لي: انا الصراحه بعد ما عاودت لي عليك صاحبتي وشكرت لي فيك، تشجعت اني نجي ونهضر معاك، حيت قصتك مشابهه لقصه خويا. حنا من شحال هادي كنقلبوا على شي وحده بحالك. خويا شاب تزوج بواحد البنت واكتشف انه ما كيولدش، وللاسف تخلات عليه، وهذا سبب ليه ازمه نفسيه خلاتو تبدل علينا. العقم ماشي نهايه الحياه، ممكن تبداو انت وياه حياه جديده وتكونوا فيها كوبل زوين، خصوصا ان بجوج بكم ما كتولدوش وانت صغيره وزوينه. واي واحد يتمناك. الا كنتي موافقه على الموضوع حددي لينا موعد مع داركم نجيو بطريقه رسميه، كوني متاكده ما غيخصك خير معنا. خويا عنده دارو ومهندس ناجح في خدمته، في عمره 35 عام، ما غيكون عندك حتى مشكل حتى حاجه. ارتحيت لهضرتها بزاف وابتسمت ليها، وفكرت انه ممكن نبدا حياه جديده ننسى فيها الماضي. الحب ماشي مهم، الحب هو نرتاح من هاد الدوامه اللي راني فيها. المهم هو نرتاح من هاد الدوامه اللي راني فيها. كنا كنهضروا حتى شفت داك الحيوان جاي وكيضحك. داز عند المديره، تصدمت وليت حمراء. قالت لي: منال مالك؟ قلت لها بلي هذاك هو الراجل اللي كيهددني.
جبدات تليفونها هضرت مع شي حد واللي فهمتو انها قالت له يجي فورا. ما تعطلناش بزاف وانا مرعوبه، حتى وقفات واحد الكاتكات خرج منها واحد الراجل ضخم الجثه، لابس لباس رسمي ودار نضاضر، شاف منال حنا راسو احتراما ليها، طلبات من وحده من البنات تمشي تعيط على داك الراجل. وملي خرج شاف فيها واحد النظره عبرها مزيان، ولكن كان مورا هذاك القلده. قالت له بكل ثقه في النفس: انا مدام منال المختاري، بنات صاحب سلسله فنادق المختاري وزوجة رجل الاعمال كمال القادري، اكيد راك سامع بيهم بجوج. هو تظنك ديك الساعه وحمار وقال لها: طبعا كاين شي حد ما سمعش بيهم، كي داير الوالد لاباس عليه، وزوج ديالك سلمي لي عليه بزاف مدام. انا بقيت غير حاله فمي، عيطت عليا وجرتني عندنا. قالت له: هذه خطيبه خويا رشيد المختاري المهندس المعماري المعروف. تما زاد تصدم اكثر، قالت له: ما نوليش نسمع تعرضتي ليها، خاف على راسك انت ما قد على صداع معانا. اعتذر ليها حالا. قال لي: اسمحي لي لاله، ما عرفتكش شكون، اسمحي لي، هذه اخر مره تشوفي فيها كمارتي. انا بعد كل هذا بقيت حاله فمي، زعما كاع هذا زهر عند الفقيه، واش كنحلم؟ هادو شكون وعند من جاو؟ اكيد كنحلم، ولكن بعد هادشي زاد اصراري اني نتزوج من هاد العائله، اسمهم كافي انه يحميني من بحال هاد الدياب. توادعت مع ملال بعد ما خدات مرتي، هاد المره في شكل متواضعه، ولكن وقت الجد كتلقاها مرة ونص، وحتى واحد ما يقدر عليها. تمنيت نكون بحالها. خبرت عائلتي بالطلب ديال المرا وعاودت ليهم على كل شي بالتفاصيل، ورحبوا بالفكره بزاف وحدوا موعد. وخبرت منال بكل شي. نهار المعلوم جاو الناس، رحب بيهم بابا وخوتي واستقبلهم في بيتنا المتواضع. جات منال وماماها وخوها رشيد، باين عليهم كلاس وفوق المستوى، وراجلها وباباها واخا باين عليهم كلاس ولكن كانوا متواضعين بزاف. انا ديك الساعه دخلت الصينيه فيها العصير ودخلت جبتها للضياف وانا حانيه راسي وعيني ويا في الارض. مع الدخله كنسمع تبارك الله على عروسنا غزاله ما شاء الله. هذه كانت ماما اللي هضرات. عطيت الناس العصير وانا مازال عيني في الارض. مشيت جلست حدا عكوزتي وبقات كتشكر فيا وانا ناكي حمر وحشمانه. كانوا منسجمين بزاف في الهضره. ملي نطقوا بالصداق عطاوني مبلغ لو كان بقيت مع محمد بقى كيصرف عليا حياته كامله ما كان غيوصل لذاك المبلغ. اما على العرس قالت ماما: انا بغيت نفرح بوليداتي ونديرو عرس. قاطعها رشيد قال لها: لا، انا ما بغيت عرس، انا مطلق وهي مطلقه، ما كاين لاش نزيدو مازال في شي زواق. انا ملي سمعت ديك الهضره قلبي بحال الا دخلتي فيه شي موس. كان لازم اني نفيق من القلبه. انا مطلقه وما خصنيش ننسى هاد الشي، وبلا ما نلعب دور المخطوبات. زواج هذا وصاف. نطقت بعد شهيق وقلت: انا متفقه، ما كاين لاش نديرو العرس. هو بحال الا ارتاح بعد ديك الهضره. بعد هاد الشي اتفقوا على نهار اللي نديرو فيه العقد، ومني نكون وجدت راسي مشاو الناس ومشيت نفتح الكادوات اللي جابو. اش منك يا بارفانات واش منك يا توابل، ناري هادشي غزال وباين غير غالي، عمري توقعت اني نشد هادشي في حياتي. سبحان الله، كنت مع محمد ما كنطلب والو، غنعيش سعاده. كنت مستعده نعيش معاه في خم ديال الدجاج غير يبغيني ونبغيه، ولكن للاسف حتى حاجه ما كتلقاها كيف بغيتي. اما اليوم لقيتو شديت في يدي الغالي ومازال، ولكن فين هو الحب؟ فين هي السعاده؟ وجدت كل ما نحتاج للزواج ديالي. شريت لي شوميز دو نوي بكل الالوان، وشريت مكياج وخلخال للرجل، وشريت فساتين وعطور وكريمات، كل ما كتمنى شريته. حتى ما انا وصلتني الا احتاجيت شي حاجه نعلمها. شريت كل ما بغيت. دهز ديال العروسه بالمعقول، ماشي بحال الاول بارد. وصل النهار اللي نديرو فيه العقد، كنت فرحانه ومرتاحه لان هاد الناس وفروا لي كلشي وحسوني اني عندي قيمه. بعد ما كنت فقدتها تماما جابوا لي عدو لدارنا. انا لبست قفطان بيض مرصع بالاحجار الكريمه، جابتو لي عكوزتي، ورشيد لبس كوستيم كيبان انيق جدا وزوين. كتبنا العقد وسط الزغاريد، توصلات على النبي، عائلتي فرحوا بزاف. ما قلناها لتا واحد في العائله، ولكن انا متاكده ان عمتي ومحمد غيوصل لهم الخبر. فكرت فيه رغم كل هذا الشيء اللي كيدار ليا، ما قدرتش، ولكن ربي عطاني الصبر. وضحكت وفرحت، ربي كبير كيعوض كل واحد على الصبر ديالو. سالينا كل شيء وركبنا في الطوموبيل مع رشيد، ودموعي في عيني. مشينا ما هضرش طول الطريق، حتى انا سكت وكنفكر في عائلتي وخفت نبدا حياه جديده ما عارفه خفاياها وكيفاش غنعيشها. مشينا واحد المسافه حتى دخلنا في واحد الحي راقي بزاف فيه شي فيلات زوينين. شويه تفتح باب ديال واحد الفيلا بطريقه اوتوماتيكيه. دخل رشيد بالطوموبيل، مشينا وقف عند الفيلا، كان تصميمها رائع من برا بحال الا ما رانيش في المغرب. نزل هو من الطوموبيل وتلفت عندي بحال الا كيقول لي نزلي بتعبير وجهه. دخلنا كامل الداخل اكثر من رائعه، مزيج بين التقليدي والعصري. لقيت واحد السيده في الخمسينيات ومعها شابه بينهما المدبره والخادمه ديال الفيلا. كان وجهها بشوش واستقبلتني بابتسامه ورحبات بيا. مرحبا والف مرحبا بمولات الدار. فرحت باستقبالها، عرفتني على راسها ووراتني الفيلا وكل مكان فيها، وداتني البيت ديالي كان كبير وموسع وخلاتني فيه. قالت لي بلي سي رشيد دخل المكتب ديالو كالعاده باش يكمل الخدمه ديالو ومن بعد يطلع ينعس. داكشي اللي كان استغليت الفرصه.
لبست واحد الشوميز دو نوي حمراء معريه شويه من الصدر، ودرت مكياج خفيف، صوبت شعري وتعطرت مزيان، وجلست كنتسنى رشيد يجي ينعس. تسنيت بزاف، تعطل ما طلع. خفت عليه وجاني النعاس، قررت ننزل نشوفو ونعيطلو. برك عليه من الخدمه، راه مشى الحال، غيكون عيا. نزلت بهدوء ومشيت للمكتب ديالو في الفيلا، دقيت ما فتحتش. قررت نفتح الباب وندخل. تحت الباب لقيت رشيد ناعس على واحد السداري تما. شفت فيه تصدمت. واش هادي فعلا يديرها عريس ليلة الدخله ديالو؟ مالو لتاش نعس هنا؟ واش هرب مني؟ ناري عندك يكون ماشي راجل. لا ما نظلموش، ياك معايا كان خدام النهار كله. ونعس نفيقو ولا لا؟ من الاحسن ندير راسي ما جيتش هنا بالعيا. واش كاع باش ما نحشمش راسي نمشي نعس بحوايجي، باش الا سولني نقولوا راني تسنيتك تعطلتي وداني نعاس. مشيت نعست الصباح، فقت ولقيت راسي بوحدي. طليت من البالكون، بانت لي طوموبيلتو ما كايناش. بدلت حوايجي ومشيت سولت المدبره ديال الفيلا، قالت لي راه خرج الصباح بكري. مشيت نفطرت وجلست في الجرده حتى شفت عائله راجلي جاو فرحانين، سلموا عليا وسولوني على رشيد. اضطريت نكذب ونقول راه مشى يشوف شي خدمه مهمه في الخدمه. جبت اختو التليفون ديالها وصوناتلو، قالت له مهما كانت الخدمه اللي عندك ما تخليش مرتك بوحدها في صباحيتها. سدات التليفون، هاد منال شخصيتها قويه مع كلشي وكلامها مسموع. شويه لقينا رشيد جا سلم على ماماه وعلى اختو وجلس حدايا بابتسامه، كنشوف فيه كان ناشط مع عائلته. جلسوا شويه وناضوا يمشيو، سلموا عليا ومشاو. خلاونا انا ورشيد بوحدنا. استغليت الفرصه وقلت نهضر معاه وندير المبادره للحديث المشترك بيناتنا. شاف فيا واحد النظره الاحتقار وما جاوبنيش وطلع للبيت ديالو. انا بقى فيا الحال وقلت ندير راسي بحال الا ما واقع والو. وتبعتو للبيت، لقيتو داخل يدوش. استغليت الفرصه وبدلت حوايجي ولبست الشوميز دو نوي. قلت نلبس الابيض، ندير خير، ندير فيها الخير بلا ما ندير الالوان. درت المكياج وتسنيتو يخرج من الدوش. ملي خرج شاف فيا وبدا يضحك بطريقه هستيريه. كيضحك يضحك حتى بقيت كنشوف راسي واش انا فيا شي حاجه اللي كضحك، ولا لبست شي حاجه بالمقلوب، ولا شي حاجه فيا ماشي هي هذيك. ما حبسش من الضحك. كيشوف فيا وكيزيد يضحك. ما عجبنيش الحال. ملي صال الضحك جا عندي وقال لي واش منيتك؟ واش ضيقتي راسك؟ واش انت كتخيلي اني ممكن نقرب ليك ولا نقيسك؟ ممكن نوسخ راسي بيك؟ ما تيقيش راسك. الا بغيتي تعيشي سدي فمك وعيشي على قدك وما تطاوليش على سيادك. تمنيت نموت الف مره على اني نسمع منه هاد الهضره. يا ريتني ما تولدت كاع ولا اني نتهان هاد الاهانه. حسيت راسي حشره ما عندها قيمه في الدنيا. كرهت راسي مليون مره واحتقرت راسي اكثر ما احتقرني هو. انا ما لحت راسي على حد، هما اللي طلبوني للزواج. واش تزوجت باش نتهان؟ واش تولدت يا ربي باش نداس تحت الاقدام؟ فهاد الدنيا علاش حقدت على راسي اكثر من اي واحد؟ نيت الارض تنشق ولا اني نسمع هاد الكلام منه. مشاعري تخلطوا عليا في ديك اللحظه. مشاعر مختلفه، ولكن كلها سلبيه، كلها خايبه. عشت اسوا حاله ممكن يعيشها الانسان على الاطلاق. تغرغروا عينيا بالدموع وهو بحال الا انا ما كايناش. كمل شغالو وبدا يصفر ويغني ويبدل حوايجو. انا بدون شعور نضت وخرجت برا بديك الحاله. مشيت رجليا كنحس ما هازينيش. دخلت للدوش ديال واحد البيت، شعلت الماء وبديت كنبكي تاني بحرقه. قلبي تقطع مليون مره في ديك اللحظه. بكيت وبكيت وبكيت بحرقه كبيره لاول مره. فكرت نقتل راسي ونتهنى، كاع هذا ظهر عندي. نتهنى من هاد العذاب. بقيت كنفكر وانا مقهوره. انا مستحيل نبقى معاه بعد هاد الشي. شنو غندير؟ واش غنطلق عاوتاني؟ شنو غيقولوا الناس؟ غيسبوا فيا العيب من جديد؟ ديك الساعه غنأكد ليهم بلي انا اللي خايبه بصح. يا ربي اش درت لهاد الشي كله؟ واش نقولها لعائلته وهما يتفاهموا معاه، ولا زاد شد معايا الضد؟ ما عندي حل من غير اني نصبر على قدري. كان يحسب لي اني ممكن نعيش، ولكن انا مقدر عليا الحزن طول حياتي. الفرحه ماشي من حقي. الحل الوحيد اللي عندي هو اني نتفاداه ونحني راسي باش نعيش على الاقل. واخا ما رانيش فرحانه، نشرف عائلتي بلي بنتهم تزوجت واحد لاباس عليه ومن عائله معروفه ومهندس. على الاقل، على الاقل نعيش مع ناس نقيين بحال عائلته. يا ربي ما عندي حل. مسحت دموعي وخرجت من الدوش ومشيت للبيت. ما لقيتوش، اكيد خرج عاوتاني. بدلت حوايجي وقررت نعيش حياتي كأن شيئا لم يحدث. نزلت تمشيت شويه في الجرده وتفكرت ماما. قلت نصوني لها نهضر معاها شويه. صونيت لها وبدات كتسولني كيفاش كيعاملك راجلك، واش انتي فرحانه؟ على بالها لقيت شنو اللي يعوضني، ولكن ما بينت ليها والو. قلت ليها بلي انا اسعد وحده في الدنيا، بلي رشيد ما مخليني محتاجه والو، وبلي كنا ناويين نسافروا وندوزو شهر العسل لولا ان رشيد عنده الخدمه ما يقدرش يخليها. فرحات لي بزاف، ولكن قلبي كان كيغلي من الداخل. حسيت بالنار شاعله فيه. دوزت نهاري بوحدي وانا مهمومه. ما كليت والو. ملي مشيت نعس ما جانيش النعاس. بقيت كنتقلب غير بوحدي في الفراش حتى كنسمع طوموبيلتو. كانت الساعه 3 د الليل.
درت راسي ناعسه، سمعتو داخل كيغني بالجهد. شويه سمعت شي حاجه تهرسات، كانت واحد الفازه. طلع عندي للبيت، شعل الضوء بدا كيغني بالجهد. شفت فيه كان سكران. الله يا ربي اش غندير معاه. شديته هو يطيح عليا. الجسم ديالو كان ثقيل بزاف بزاف باش حيدتو مني. البيت ولا عامر ريحه الشراب. حيدت له الجاكيت ديالو والصباط وغطيته وخليته ناعس ومشيت نعس ببيت اخر مزيان هكا. كملت. السيد ما حملنيش وسكايري من الفوق. عندي زهر اي وحده تتمناه. والغريب في الامر كنشوفو شي وحده هكا الفيلا ومزوجه واحد بوغوس وكنحسدوها على الحياه اللي عايشاها وكنقولوا راه الحياه عطاتها كلشي، ولكن حتى واحد ما عارف الاخر فاش عايش وباش عايش. الصباح فقت ومشيت طليت عليه لقيتو مازال ناعس. مشيت عنده شفت فيه كان داير بحال شي ملاك. ما تقوليش هذا هو المتكبر اللي ما شايف حد. دوزت على شعره بحنان، نزلت لوجهه وانا كنتامل فيه وفي تفاصيله. لحيه خفيفه وجه ابيض ملائكي وانا في عز التامل. شد لي يدي بالجهد وحل عينيه. انا تخلعت. حيد لي يدي من على وجهه وبعنف وناض قال لي التزمي حدودك معايا وما تحاوليش تلعبي معايا. انا نط بالزربه وخرجت من البيت. يا ربي شداني. اش هاد الشي درت؟ كيفاش سمحت لراسي نقرب منه بعد داكشي اللي دار وبعد داكشي اللي سمعت منه؟ وعطيت ليه فرصه اليوم عاوتاني يقول لي نفس الهضره. انا ماشي رخيصه حتى لهاد الدرجه نلوح راسي على شي واحد. كرهت كرهت وندمت شداني ليه. نزلت نفطر، جلست على الميده والمدبره كتوجد وكتحط في الفطور وكتهضر وانا بالي ما راهش معايا. كانت فرحانه بيا. على ما كتقول شويه وهو ينزل يسيدهم رشيد لابس لباس رسمي جا معاه كيبينو بوغوس. سرحت فيه ونافق. لا ما خصنيش نشوف فيه باش ما يقولش شي هضره عاوتاني اللي تجرحني. حنيت راسي وشفت قدامي وبديت كناكل. هو جا جلس يفطر بعد ما صبح على المدبره وبدا كياكل حتى في الماكله ديالو مثير للانتباه. مغوبش وسرحان وكياكل بالميزان وبكل اناقه وقياس. وثبات كمل الفطور ديالو وناض بدون اي كلمه وانا تابعاه بعينيا حتى خرج وبدا بحر التساؤلات. اكيد اكيد كيشوفوا فيه الملايين ديال البنات يوميا. اكيد اي وحده كتمنى يديها فيها. وغال هاي كيفاش بغيت انا يديها فيا وانا ما فيا ما يتشاف. سرقني الفضول نسول على زوجته الاولى وانا سولت دادا كيفاش كانت واش زوينه. وكان جوابها هي بنتي. هي حق مولانا كانت زوينه وكانت بنت صاحب السلم خطاري. رشيد كان كيبغيها بزاف. لو كان جبر لبن العصفور يجيبوا لها، ولكن هي ما كان عاجبها حتى حاجه وكانت ديما ممرضه ومعصباه. ونهار اكتشف بلي صعيب باش يولد وخاصو علاج طويل شبعات واهانات. قررت تطلق منه، اما هو اقترح عليها يكتب ليها كل ما كيملك باش تبقى معاه وانها تصبر معاه حتى يتعالج، ولكن هي رفضات. والزوينه كاع انه حصلها كتخونو في واحد الاوتيل مع واحد من اصدقائه. مع ذلك مشى لعندها وقال لها بلي هو مستعد ينسى كلشي ويبدا معاها من جديد، ولكن هي تنفخات ورفضات وطلبت الطلاق. وفعلا طلقت منه. هو مسكين دوز ايام كحله من بعدها. بقى كيصوني لها وكيمشي يرغبها، اما هي غير كملت العده ديالها. تزوجات ديك الساعه هو يجهل. كان كيضل في البيران كيسكر وكيكني وما كيهضر مع حتى واحد وخدمته هملها. دوز مرحله صعيبه بزاف، ولكن بعد ما لقات كليه منال قرر حتى هو يبدا حياته وينسى الماضي. بقيت كنسمع وتاثرت بقصته حتى انا عشت نفس الشيء وعارفه شنو هي تحسي بلي خسرتي كلشي في الدنيا، بلي ما عندك قيمه. ولكن ملي قالت بلي هو قرر يبدا حياه جديده معاك تحسرت. اش من حياه الله يهديك. رشيد مستحيل يحمل شي وحده ولا يبغيها، حيت اللي كيتذل شي واحد كيكره كلشي وما كيبقى يبان ليه حتى واحد. بقيت النهار كامل كنفكر في قصه رشيد اللي حيدات لي الامل في مره انه ممكن يعيش معايا. هو انسان معقد من جميع النساء وشايف انهم كلهم بحال المرة الاولى ديالو. بقيت كنفكر حتى شفت منال جات رحبت بها وعجبني الحال نشوفها. بقات كتسولني طبعا اضطريت نكذب ونقول لها راني مزيانه مع رشيد. اقترحت عليا نخرجوا وانا نيت كنت محتاجه نخرجوا نفوج حيت تخنقت هنا. فعلا خرجنا مشينا لشي بوتيكات كبار وفيهم حوايج كيحمقوا. شرينا شي كسيوات ووراتني واحد الكسوه صواغي كتحمق بيضه ومرصعه بالاحجار من جهه الصدر وواسعه من التحت وفيها شي ديكورات زوينين. شريتها لي بعد ما قيستها جاتني كتحمق. ومن تما دزنا للكوافوره صوبوا لي المانيكير البيديكير ودارت لي سوان د فيزاج وصوبوا لي شعري وصبغوه لي وقطعوه لي. جا كيحمق وداروا لي المكياج زوين. صوبات منال حتى هي راسها ولبست واحد الكسوه صواغي. قالت لي بلي راه حنا معروضين لواحد الحفله وخاصني نمشي معاها. اقترحت عليا نلبس ديك الكسوه الزوينه ديالها. ملي صوبت راسي جيت كنحمق. لبست الطالون وملي شفت راسي في المرايه ما عقلتش راسي. جيت لا علاقه مع نهار عرسي الاول. ناري يشوفوني الناس اللي شافوني نهار عرسي يتبهتوا. كنت كنبان بحال بوشعيب بشاخ على الفلوس كيزينوا الواحد. عجبني راسي مزيان.
قالت لي منال بلي راه نسات صاكها في الفيلا عندي وبلي خاصنا ندوزو ناخدوه. مشينا بديك الحاله ملي وصلنا دخلنا وانا نتصدم. عندي حفله في الفيلا. شفت في منال ضحكات وقالت لي مفاجاه. قررنا ننظموا ليك حفله بما اننا ما درناش العرس، وعرضنا فيه غير الاصدقاء ديالنا نفرحوا بكم انت ورشيد. انا بقيت حاله فمي. دخلنا كلشي العيون كانت عليا كنسمعهم كيهضروا واو فائقه الجمال. اما الرجال في عيونهم كانت على لاطاي ديالي اللي كانت بارزه بديك الكسوه اللي درت عيني كانت كتقلب على شخص واحد. حتى لقيتو جا عندي عطاني دراعو باش نشد فيها، وكلشي كيصور فينا وهو مبتسم وكيهضر مع كلشي. انا كانت عيني غا عليه. هو مستغربه من تصرفاته، علاش كيبين قدام الناس بلي هو فرحان معايا ولكن هو في الواقع ما حاملنيش. كنا كنبانو في الحفله منسجمين وكنت كنلمح نظرات الاعجاب في عيون الرجال. ما تيقتش راسي واش انا زوينه حتى لهاد الدرجه يديوها فيا كاع هاد النوع اللي من هاد الطبقه. كان اغلبهم رجال اعمال ومهندسين واطباء من الطبقه الراقيه، وكانوا سياسيين واصحاب مكانه ومناصب عليا. هاد الناس عندهم علاقه مع الناس يحلوا ليهم مشاكل الدنيا والدين، ماشي بحالنا واحلين في الدنيا. كملت الحفله ومشاو الناس كلشي شكرني وكلشي كيقول رشيد مرتك زوينه وعرفتي تختار. آه، هو كاع ما عرف قيمتي. مشاو الناس ورجعت الحاله كيف كانت. رشيد ما عرفش اني كاينه في الدنيا اصلا. كيدوزوا الايام وهو يوميا كيجي سكران وكيهتمش بيا كاع. واحد النهار عيطات لي عكوزتي نمشي عندها. وصلني شي فورم اللي وصلت لقيت تما ولد اختها ومرته. هو طبيب وبقى كيهضر لي على رشيد وشحال كان باغي يولد. قلت لي بلي انا قالت لي الطبيبه انه ممكن نولد الا تبعت العلاج، واقترح معايا اني نمشي عند واحد البروفيسور معروف. رحبات عكوزتي بالفكره ولكن انا خفت من ردة فعل رشيد، خفت بزاف. قررت تمشي دابا ودرت ليها الخاطر. مشينا نرحب بينا الدكتور بزاف حيت كيعرف العائله. دوز لي ودار لي جميع الفحوصات، قال لي نتسنى واحد الساعه باش يخرجوا التحاليل. بقيت كنتسنى حتى دازت ساعه. عيط لينا وجلسنا وبقى كيهضر تقريبا ما فهمت والو من غير انه كاين بدائل للولاده وممكن يديروا ما يسمى بالحقن المجهري او اطفال الانابيب، وقال لي بلي الرحم ديالي ممكن يتحمل يهز الجنين. انا ما عرفتش شنو نقول. قال لي خاصنا نخبروا السي رشيد بهذا الشيء. فرحات مو عيطات ليه يجي ما تعطلش بزاف وجا دخل بقى كيشوف فيا بنظرات استغراب وتساؤل. بعد ما شرح لي الطبيب شنو كاين فرح وطلبوا يبدا في الفحوصات اللي تمهد لهاد العمليه. انا طول الوقت بقيت ساكته. دازت يومين في الفحوصات حتى خرجوا كلشي. جا وقت العمليه خدروني وانا بقيت ما نقرا القران وخايفه بزاف. ودخلت في سبات ملي فقت لقيت الممرضات حدايا وكيقولوا لي على سلامتك. انا ما حسيت تنزلوا دموعي بحال الا فرحت حيت نجيت من الموت. دخلت عندي اغوستي وبقات معايا. دارت معايا احسن ما كانت كدير ماما. بقيت 3 ايام في الكلينيك. جاو عائلتي طمأنوا عليا. رشيد حتى هو جا ولكن ما قال لي حتى كلمه. عطانا الطبيب موعد من تما 10 ايام نرجعوا نشوفوا الحاله فين وصلت. مشيت للفيلا والخدامات كانوا دايرين بيا وملبين كل طلباتي كل ما بغيت. دازت ديك العشر ايام بفارغ الصبر حتى وصل النهار الموعود. جا عندي رشيد وقال لي خاصنا نمشيو للطبيب. بدلت حوايجي ومشينا. استقبلنا الطبيب بحفاوه وطلب مني نسترخي باش يفحصني. وفجأة سكت وقال. بقى ساكت شحال. انا ورشيد بقينا على اعصابنا وكنتسناو عاد هضر. قال لي السي رشيد مبروك العمليه نجحات والمدام ديالك حامله. انا ما قدرتش نصدق. واش انا كنحلم؟ رشيد حتى هو ما صدقش. واش كنحلموا؟ دكتور واش انت متاكد؟ قال لي مبروك عليك يا مدام. كنت. واخيرا وقعت المعجزه. واخيرا شد فيا في يدي. انا كنت غنطير بالفرحه. عطانا الدكتور النصائح وقال لنا ضروري من الراحه المطلقه. شاف فيا رشيد وقال لي ما بغيش تهزي ولا وريشه اللي غطلبتيها غادي توصل حتى لعند رجليك. فرح بزاف وشد لي في يدي لاول مره. انا حسيت اني ولات عندي قيمه. فرحت بزاف. عيطنا للعائله ديالي والعائله ديالو كلشي فرح ليا. ونشط. رشيد ما سايعاه فرحه كيفرنس وكيقول لي اخيرا غنولي اب. انا كنحلم اكيد كنحلم. دوزت ايام كنت عامل فيها بحال شي اميره اللي طلبتها كتحضر وغمتكيه. ولا رشيد كينعس حدايا باش الا احتاجيت شي حاجه وكيعاملني معامله مميزه. واحد النهار كان جالس معايا وبدا كيهضر معايا. انا حسيت راسي طايره وكيقول لي الا كانت بنت غتسميها انت ولا كان ولد غنسميه انا. قلت له انت شنو كتمنى بنت ولا ولد؟ قال لي انا بغيت بيبي شنو ما كان غنحماق عليه وغنديرو هو وامو في عينيا. فرحت لداك الهضره وشجع. قلت له رشيد انا فرحانه حيت انت معايا. ما حسيتش براسي حتى عنقته. ودخلنا في قبله عميقه تخلط فيها المشاعر ديالنا كلها. حسيت راسي بحال الا اول مره في حياتي كنعرف شي راجل. حسيت راسي طفله صغيره بين يديه. حسيت باني كنبغيه وما باغا حتى واحد في الدنيا من غيره. دوزنا ايام زوينه ولكن كنت كنحس قلبي مقبوض. انا الفرحه ما كدومليش. خايفه يتقلب هذا الشيء ونكون غير كنحلم بهذه السعاده ما تكونش حقيقيه. دازت 3 شهور على الحمل ديالي. واحد النهار كنت ناعسه حتى كنحس بواحد الحريق جاني في كرشي. كان قوي
حتى بديت كنبكي في نص الليل وجاتني السخانه وعرقيت بزاف، ما قدرتش نتحمل وانا نعيط لرشيد. فيقت من النعاس ناض مخلوع عليا، دخل عليا وناض داني الكلينيك دغيا بعد ما اتصل بالطبيب وبدا كيفحصني. قال له ضروري نشدوها عندنا. داروا لي شي تحاليل وبقى رشيد معايا وشاد ليا في يدي. انا ارتاحيت شويه من ديك السخانه، شويه داني النعاس. جا الطبيب لقاني ناعسه وبدا كيهضر مع رشيد. قال له سي رشيد ضروري نقول لك واحد الحاجه ضروريه. قال له شنو؟ الجنين واقع عليه شي حاجه؟ قال له لا ماشي الجنين، ولكن مدام مروه صحتها ضعيفه بزاف وما تحملاتش الحمل. انا ديك الساعه فقت، ولكن درت راسي ناعسه باش نسمع شنو كيدور بيناتهم. قال له رشيد انا اهم شيء عندي هو ولدي يكون بخير. قال له سي رشيد الا بقى الحمل ممكن ياثر ليها على حياتها وضروري من الاجهاض. قال ليه اجهاض؟ مستحيل نسمح بهذا الشيء. انا ولدي بغيتو يعيش، ما كتهمني لا مروه ولا غيرها. اهم شيء هو ولدي ولا بنتي اللي غيتزاد. انا تما تصدمت، يعني عمره ما حس بيا ولا مازال غيحس بيا؟ يعني كاع داكشي اللي دوزنا ما كان الا على قبل الجنين. انا بالنسبه ليه والو، حشره ما كتهموش. كمل رشيد الكلام. قال ليه الا وقعت للجنين شي حاجه راه غنحمل كامل المسؤوليه. سمعتي؟ خرج وسد موراه الباب. انا بقيت كنبكي وكنتحسر على حياتي. انا كنت عارفه اني مستحيل نفرح او تدوم ليا السعاده، كنت عارفه اني غنتصدم وغنبكي. بقيت كندعي الله ما يوقع لي والو، لا انا لا الجنين. بقى الطبيب مقابلني وكيعطيني في الدوايات والمقويات حتى طمأني ووصاني نرد بالي على راسي. جا خرجني رشيد وبقى كيعاملني بلطف، ولكن انا كنت كنتفاداه، ما بغيتش نعلق راسي بيه. ما دمت انا ما كنهموش. بقى كل ما جا يهضر معايا كنقول له فيا النعاس وما باغا نهضر مع حتى واحد. بقيت هكاك ما كنجاوبو ما كنهضر معاه. حتى لواحد النهار كنت ناعسه وشدني حرق مجهد بزاف، ما بغيتش نقول والو لرشيد حيت كنت غضبانه منه. بقى الحريق كيزيد كيزير حتى وصلت لمرحله ما بقيتش قادره نزيد نصبر وانا نغوت مره واحده. فيقت وبقى كيتصل بالطبيب ومشى داني بسرعه للسبيطار. دخلوني لغرفه العمليات ديريكت. بقيت شحال فيها مغيبه. ملي فقت على الغوات والصداع ديال من ديال رشيد كيهرس وكيدابز. دخل في واحد حاله هستيريه. شويه دخل عندي بداك الهيجان ديالو، بدا كيشنق عليا وانا في حاله سيئه. تبدل ولا واحد اخر عمري شفتو بهاد الحاله. ديما كان كيكون هادئ، ولكن اليوم هذا واحد اخر ما كنعرفوش. شنق عليا وبدا كيغوت. انتي السبب، انتي اتفقتي مع الطبيب تقتلوا ولدي. قتلت ولدي انا غنقتلكم. انا خفت منه جرو شي وحدين وبقيت مصدومه وكنترعد حتى دقوا لي برا وانا نغيب من تاني. بقيت في الكلينيك سيمانه ما شفتش فيها رشيد طول ديك المده. جاو عندي عائلتي وعائلته، كلشي حزين حيت فقدت الجنين. انا حزني كان اكبر حيت بالنسبه ليا ما خسرتش غير الجنين، ولكن خسرت كلشي. طول هاد المده كنت ساكته ما كنهضر مع حتى شي واحد، كنسمع غير المواساة من عائلتي وعائله رشيد. النهار التالي اللي عندي فيه الخروج كانت العائله كلها موجوده. تفتح باب الغرفه ديالي وتصدمت ملي شفت رشيد هو اللي جا. خفت بزاف، خفت لا يهيج بحال داك النهار، ولكن لا، كان هادئ. سلم على كلشي، شاف فيا وقال لي واش مستعده نمشيو. انا بقيت حايره، ما بقيتش عارفه كيفاش كيفكر هاد السيد. حركت راسي بالايجاب، هز لي حوايجي وشد فيا نخرجوا. عائلته كانت باينه فيهم علامات السعاده وكيدعيو معايا الله يعوضكم. ركبت معاه في طوموبيلته ومشينا طول الطريق ما هضرناش. دخلنا للفيلا لقيت دادا في استقبالي. تهلط فيا طول المده ديال العجز ديالي وانا ما كنتش كنشوف رشيد الا قليل. كنت خايفه من المجهول بزاف، شنو اللي كيتسناني. بعد ما وليت مزيانه جا عندي رشيد وقال لي خاصنا نمشيو للطبيب. مشينا، قال له رشيد بغينا نديرو عمليه حقن مجهري مره اخرى. فحصني الطبيب وقال لرشيد هادشي مستحيل في هذا الوقت، حيت الرحم ديالي متضرر من الاجهاض الاول، واي حمل غيحصل دابا غادي يعرض حياتي للخطر. تعصب رشيد بزاف وانا خفت لا يدير بحال المره الاولى. شفت فيه سكت وزير على سنانه وعينيه عمرو بالدموع. ناض وخرج وانا بقيت ساكته ما قادة نهضر. شاف فيا الطبيب وقال لي تهدني يا مدام، دابا يتقبل الامر، ما عليكم الا بالصبر ويكون خير ان شاء الله. نضت ومشيت. فكرت اني نشد طاكسي لان رشيد مشى وخلاني، او اني نتصل بمنال تصيفط لي شيفور. انا مازال نازله في الدروج حتى كنلقى رشيد جالس حدا طوموبيلته وكيتسنى. شاف فيا وركب وانا ركبت معاه وبقى ساكت شحال كيتمشى بالطوموبيل حتى هضر وقال انا خاصني تولدي معايا باي طريقه. انا نشوف ديك الطريقه ديال الام البديله. قلت له كيفاش؟ قال لي يعني نديرو الحقن في شي رحم ديال شي مرا اخرى. تصدمت، قلت له مستحيل، انا باغا نولدو انا ونحسو ولدي انا. شاف فيا بواحد نظره الحقد وانا نهضر. رشيد عافاك، صبر انا غنبرا وغنولدو، عافاك صبر. سكت بزاف، تقريبا كنا غنوصلوا للفيلا. شاف فيا وقال لي انت اللي جبتي عليك النحل، ما تلومي الا راسك. الهضره ديالو كانت فيها نبره تهديد. هو معقد بسبب الولاد وما كيشوف في الدنيا حتى حاجه من غيرهم، ما عرفتش اش غيدير.
دوزت مده وانا ما كنهضرش معاه. جا عندي واحد النهار قال لي بغيت ناكل. انا مليت الماكله ديال الخدامات. فرحت حيت فكر ياكل من يدي. مشيت بالفرحه، شمرت على يديا ووجدت اجمل ما كنعرف. كلشي وجدته، زوقت وتفننت في الطبخ. حطيت على الطبله وحطيت الشمع وعيطت له يجي ياكل. ملي جا شاف ديك السفره المزوقه مزيان وجلس داق من واحد الطبسيل وبدا كيدابس. اش هاد الماكله؟ واش مولفه الطياب ديال الكريانات ديال اللي عمرهم ما ذاقوا الطعام؟ واش بنت ليك ما عمري كليت؟ انا بقيت غير حاله فمي، ما فهمت شنو باغي يقول. ناض باش كمل الباه يقلب الطابله بالماكله اللي فيها، وبقيت انا كنبكي. عييت من وجدت في الاخر ببساطه طحن هادشي كله. خرج وخلاني كنتحسر على زهري. كلميت راسي وغسلت وجهي وسبيت الغلط فيا. انا اللي ما سولت شنو كيعجبو شنو اللي ما كيعجبوش. دوزت النهار بوحدي وانا مفقوسه. وصل الليل، سمعته ورجع. قلت نصطم على قلبي ونطلب منه السماحه ونسولو واش كيعجبو باش نبقى نطيبولو. قلت ندير له خاطرو. جريت نزلت في الدروج وشفت داكشي اللي ما كنتش متوقعاه. هو جاي وفي يدو قرعه تشرب واليد الاخرى شاد معنق بها واحد مولاتي عريانه، لابسه كسوه مخبعه بها شويه ديال البلايص في الجسم ديالها والباقي كلشي معري. تصدمت. شفت فيها وشفت في راسي. شكون انا وشكون هي؟ انا اللي بنت وفتناتني، طايح حوته والستر واقف والشعر كحل وطويل. الله يا ربي، واش هو الا كيعرف هاد النوع يقدر يديها فيا في يوم من الايام؟ هادي اللي عمرها ما نحلم بها. انا كنطلب المستحيل. دخلو كيغني وشاف فيا وداز دخل لواحد البيت وسد الباب. انا بقيت مصدومه ودموعي طاحوا بلا ما نحس. كنحس بيهم شلال. شفت فراسي في واحد المرايه كانت في الدروج وسولت راسي شكون انا؟ شكون انا في الدنيا؟ واش انا عندي شي قيمه؟ علاش كنحلم؟ مشيت كنجر في رجليا ودخلت رميت راسي فوق الناموسيه. ما قدرتش نهز رجليا، ما قديتش نوقف. بقيت في سبات الليل كامل مصدومه من الدنيا وما دارت فيا. الله يا ربي، واش مخبيه لي الايام؟ الغد ليه نض بدلت حوايجي وما هضرتش مع حتى واحد. مشيت جلست حدا واحد الشجره في الجرده. بقيت كنتامل وما كليت والو. حلف فيا رشيد وخرج حلوفو. هو ناض الصباح شفتو خارج بان ليا كيشوف جهه البالكون ديالي. ركب في طوموبيلتو ومشى. بقيت مشحال في نفس البلاصه حتى شفت ديك خيتي خرجت حتى هي ومشات. ما كرهتش نوض في ديك اللحظه نتفها، ولكن الذنب ماشي ديالها، الذنب ديالو هو. بقيت تحت الشجره ما كليت والو النهار كامل. جا هو قلب عليا ما لقانيش في الفيلا، بدا كيعيط بالجهد. انا كنت كنسمعو ما بغيتش نجاوبو. حتى قلت له خدامه بلي خرجت للجرده الصباح. مازال ما دخلت. خرج للجرده بقى كيقلب عليا حتى جبرني حدا الشجره. جا معصب. وقفت بزاف شفت فيه. قال لي من قبيله وانا كنعيط عليك علاش ما جاوبتيش؟ شفت فيه ما نطقت حتى كلمه وهو يشدني من الفك ديالي وزير عليه. قال لي بلي نكون كنهضر معاك جاوبيني وما تستفزينيش بسكاتك حسن ليك. انا ما هضرتش. هو طلق مني وباقي كيدابز وكيغوت. وانا ديك الساعه بانت لي غد بابا. كنسمع غا صوتو كيدابز وانا نغيب. ملي فقت لقيت راسي في بيتي ومغطيه وحدايا الخدامه قالت لي راه كانت كتشوف سي رشيد كيدابز معايا حتى غيبت له بين يديه. بلي هو تخلع وهزني طلعني لبيتي وبدا كيغوت عليهم يعيطوا للطبيب. وبلي جابني للبيت وطاني. وجا الطبيب شافني وقال بلي كان رشيد مخلوع عليا بزاف. قلت لها فين هو دابا؟ قالت لي خرج مع الطبيب. مازال كنهضر مع الخدامه حتى لقيت رشيد دخل البيت وفي يدو صينيه فيها ماكله. خرجت الخدامه وجا هو تكا حدايا وقال لي بلي الطبيب قال لي بلي انت ما كليتي والو، هادشي اللي خلى الجسم ديالك يفقد القوه. واش باغا تخرجي على صحتك؟ ما شفت جهته، قلبت وجهي للجهه الاخرى. هو سكت شويه وقال كولي باش تنوضي وبركه من العناد. ناض وخلاني وخرج. انا شفت بديك الماكله حسيت بالجوع نيت. مالي على هاد العناد، ما جبتها غير في راسي. كليت داكشي كله وانا نحس القوه رجعت لي. ايه الماكله واش كدير؟ داز داك النهار في الهدنه رشيد ما قربش لجهتي وانا ما قربتش لجهته. بقيت جالسه حتى جاني الملل وانا نوض لبست واحد الكسويه حسرتها كنت موجداها الليالي السمر مع مولاي السلطان. لبست الخلخال ولبست الترتر اللي كيشطحوا به الموزون. طلقت الشعبي واراك يا هزي ما وز. درتكت مزيان وخرجت كاع الطاقه السلبيه اللي كانت فيا وحيدت الفقصه حتى عراقيت. وانا نطيح على ناموسيتي بقوه العيا داني النعاس بديك الوضعيه. فقت بان لي الضو داخل من الشرجم. شفت في راسي لقيتني مغطيه. شكون غطاني؟ زعما تكون الداده؟ كنت مازال بداك الخلخال وبداك اللبسه الزوينه. نط مشيت دوشت وخرجت الفوطه وانا نلقى رشيد متكي وغوت بالخلعه. خلعته وبالحشمه وانا في ديك الحاله. هو تخلع وقال لي مالنا. تخلع بغواتي. رجعت للدوش وسديت الباب وانا سمع باب البيت تسد. اكيد هو اللي خرج. طليت بشويه لقيت البيت خاوي وانا نخرج. خرجت دغيا هزيت حوايجي ورجعت نلبسهم في الدوش. ما نضمنش القضيه. لبست حوايجي ونزلت حشمت ما شفت فيه. جلست معاه في الطبله وفطرت حتى هو ما هضرش. كمل وناض هز جاكيت وخرج. عجبتني هاد الهدنه اللي درنا. ما خصنيش يهضر معايا، غير يعطيني باتساع ويخليني من المشاكل ديالو.
ولكن شكون يخليك؟ بالليل رجع تاني ودخل سكران، هاد المرة ما جاش بوحدو، ولكن جاب معاه 3 د الرجال سكرانين بحالو، وكانت معاهم بنت بغاو ينشطوه، وانا خفت من هادوك الرجال، وانا بوحدي في الدار. سديت عليا بيتي وهما بقاو كيغنيو، وانا ديك الليله دوزتها كحله كنفكر في انه سكران ما قادر يهز حتى راسو، وهادوك رجال برانيين الا بغاو يتعداو عليا شكون غيحبسهم؟ كل ما سمعت شي حس كنقول راه هما غيهجموا عليا. ما دقتش النعاس، ما ارتحيت حتى سمعتهم خرجوا وداو معاهم ديك البنت. طليت من البالكون شفتهم ركبوا في طوموبيلاتهم ومشاو. عاد ديك الساعه قدرت نتنفس. خرجت باش نتاكد بلي ما كاين حتى حد. نزلت لقيت سيدهم رشيد ناعس في الفوتاي وما عالم بالدنيا. شفت فيه ما كرهتش نشنقو ديك الساعه لهذا الرعب اللي دخل فيا في هذا الليل. مشيت سديت عليا الباب وقريت القران ونعست. الصباح فقت بدلت حوايجي وجلست نفطر. لقيت رشيد مازال ناعس بلاصتو. طلبت الداده تفيقو، فعلا فيقاتو. ناض شاد في راسو بالحريق. ناض بزز طلع للبيت باش يتوش ويبدل حوايجو. انا بقيت جالسه في الطبله كنفكر. هزيت الجريده وبديت كنقرا فيها على الله نحيد شويه من داك الملل اللي فيا. هو ما تعطلش بزاف، نزل وجلس معايا يفطر، باينه عليه تعذب من النعاس ديال الفوتاي. وهو يقول لي علاش ما فيقتينيش البارح. نطلع نعس ناموسيتي. شفت فيه شوفه ناقصه وقلت له نفيقك انت وربعه السكيريه صحابك حتى هما يطلعوا ينعسوا معاك في الناموسيه. شاف فيا وتعصب من هضرتي، وهو ينوض يقلب ديك الطبله وشدني من دراعي. بدا كيغوت عليا طوال ليك اللسان، وانا نجهل ونشد معاه. قلت له انت ماشي راجل، كتعرف غضرب والغوات في حياتك. حقر عليا حيت مرا، ما عمرك غدلني بفلوسك حيت هي اللي عاطيه لك قيمه. اما انت كون كنتي راجل كون بقات معاك المره الاولى وكاع ما كانت غتسمح فيك يا الشماته يا سكيري. انا بديك الهضره بحال الا عطيتو جرعه ديال الهيجان ولا بحال شي طور ما شايفش قدامه. بدا كيضرب بكل قوه عنده وكيركل. انا واحد اللحظه شايفه الدم كينزل مني ومبقيتش كنحس بالضرب ديالو. غيبت وما بقيت عاقل على والو. حليت عيني لقيت راسي في السبيطار والسيرو في يدي. شافت فيا الممرضه وقالت للدكتور. دكتور فقت. انا ديك الساعه حاسه بالذات ديالي تقالت عليا. شاف فيا الطبيب وقال لي على سلامتك يا مدام، بقيتي في الغيبوبه 3 ايام. بقيت ما عارفه فين انا ولا شنو وقع. فين هو رشيد؟ سكت الطبيب ودخل عندي بابا كيبكي وشد ليا في يدي. قال لي كي بقيتي شويه. قلت له فين هو رشيد؟ قال لي ما تخافيش يا بنتي، ما نخليش يقرب ليك. انا مازال عايش في الدنيا وغنعرف كيفاش غنحميك منه. انت غترجعي معايا للدار وغنطلقك منه. ما تخافيش حتى واحد ما غيهضر عليك بكلمه واحده. غنرحلوا لداك الحي في مره وغنبداو حياه جديده كي بغيتيها انت. انا ما نطقت حتى كلمه، بقيت ساعه بقيت ساكته. دازو دوك الايام في السبيطار حتى تحسنت شويه وخف عليا الحريق ديال الضرب. خرجوني خوتي وبابا وماما من السبيطار في هاد المده. ما بان حتى واحد من عائله رشيد، حتى انهم انا ما سولتش. دازو ايام في دارنا وانا كنفكر في حياتي مع رشيد رغم كل شيء. ما كنحمل اي حقد تجاهه، بالعكس مشاعري ما قدرتش نفسرها. كنفكر فيه وكنفكر بلي انا ماشي ليه وعمري نحلم بيه. هو بعيد عليا والصدفه اللي جمعتنا لفتره قصيره. ربما هاد الفتره ما كتهموش هو ولكن كتعني ليا الكثير. دوزت ايام في دارنا حتى النهار اللي جا فيه واحد الضيف اللي ما توقعتوش. دخل عندي خويا للبيت وقال لي كاين شي حد اللي بغى يشوفك. انا فرحت، فكرت في رشيد. قال لي هذا محمد. استغربت، اش بغى محمد ولاش جاي؟ قال لي انا ما كنتش باغي نخليه يشوفك، ولكن هو قال لي انا جيت على اساس ولد عمتها وجاي نطمئن عليها. سكت شويه وقلت له هاني جايه نشوفه. حتى خويا استغرب من ردة فعلي علاش نوافق. ولكن انا ما بقى بيني وبين محمد والو. عنده الحق، هو ولد عمتي لا اكثر. اذا غنشوفه على ذلك الاساس. خرجت عنده وجلست شاف فيا. شفت المشتاق والمستاء. شافني كيولي الدابله وقال لي سمحي لي يا مروه، انا السبب. انا اللي وصلتك لهذا العذاب وعطيت فرصه للشمايت يتكرفسوا عليك. قلت له اللي فات مات، حنا ولاد اليوم. قال لي حنا ولاد اليوم. اسمعيني يا مروه، انا ما عمري نسيتك وما عمري نساك. انا ندمت على النهار اللي تفرقت فيه عليك. ندمت حيت فرطت فيك. عرفت قيمتك دابا ملي عشت مع غيرك. مروه انا عايش في الجحيم واخا عندي الولاد، ولكن ما ذقتش طعم السعاده من نهار تفرقت معاك. انت كنتي الحب كنتي الحياه. ومن نهار تفرقت معاك وانا كئيب. مروه انت مختلفه على كل الناس اللي عرفتهم في حياتي. انت عمرك خليتيني نعس غضبان. كنتي ديما كتقلبي على سعادتي وعلى راحتي. كنتي صابره، صابره معايا وصابره مع امي وصابره على الفقر. هذه اللي تزوجت بها عمرها حساتني اني راجلها. عمرها قلبت على راحتي. ديما مدابزه هي وامي وما كتسمع كلامي. ما حسبانيش واش كاين اصلا. ما كتهلاش في ولادها وفي دارها ومقابله غير الخوال الخاوي. كتشكى من قلة الشي وبغات بغاني نقتل راسي باش نجيب ليها ما بغات. انا ديك الساعه بقيت كنتصنت بحال الا كناكل العسل. عمري تخيلت اني نسمع هاد الهضره. ملي كمل قال لي مروه رجعي لي نبداو حياه جديده ونعيشوا قصه حبنا اللي تمنيناها طول حياتنا. حتى امي كتضل تشكر فيك وما كرهتش ترجعك اليوم قبل غدا.
رجعي تربي ولادي، انت ماشي ديال الذل ديال دوك الناس، رجعي ونديرك في عينيا، انا كنبغيك بزاف. سكت شويه وقلت له حب، هذيك غير هضره خاويه. ياك انت اللي قلتي لي داك الهضره، انا درت بنصيحتك واعتبرته هضره خاويه وعشت حياتي. انت مزوج وانا مزوجه، انا مستحيل نرجع لدارك مره اخرى، واخا نموت بالجوع، واخا نعرف راسي نرجع عند رشيد يقطعني طريفات ويدلني الف مره على قلبي بحال العسل، اهون عليا من اني نرجع ليك. يا محمد اسمح لي، ما يمكنليش نزيد نجلس معاك اكثر، حيت انا مرت الراجل، مرا مزوجه. نضت وخليته مصدوم، وانا بحال الا حيدتي حجر قديمه من قلبي، ارتحيت حيت بردت غدايدي فيه. واخا غير شويه حيت ردو الله مدلول يطلب ليا، يطلب ويرغب. فرحت ما قدتني فرحه حيت شفت النهار اللي وراني الله عذابه مع مرته اللي بدلني بيها بزاف، لاني شفيت غليلي من محمد. والغريب اللي استغربت له كيفاش اني كنت غنموت بفراقه، اما الان ما حنيتش ليه ابدا. بالعكس كيبان ليا كانه شخص عادي وعمر ما وقعت بينا شي حاجه. بقيت كالعاده كنفكر في رشيد، اش كيدير دابا، واش غيكون كيتذكرني ولا اكيد غيطلقني في لحظه، حيت هنا هما عندهم سلطه في البلاد. قمت في الدار واستأذنت بابا نخرج نشم شويه د الهوا. خلاني نخرج، واول ما كان جا في بالي هو الحضانه اللي كنت خدامه فيها. توحشت الدراري الصغار. دخلت ولقيت اطفال اخرين فجيت على قلبي معاهم، وخرجت فكرت نمشي لبلاصه اخرى اللي محتاجه الحنان ديالنا، وهي الخيريه، ملجأ الايتام. مشيت ودخلت، كانوا اطفال في غايه البراءه وجاني البكا. كيفاش قدروا والديهم يتخلاو عليهم؟ انا ما كرهتش نهجهم كلهم معايا ونخدم عليهم حياتي كامله. كان بين الاطفال اللي تما واحد التريبيه مازال مولوده وكتبكي بزاف. شداتني ليها ومشيت هزيتها بين يدي، كانت رطبه وصغيره. قلبي تحرك ليها وسكتات، سكتات لي بين يدي. قالت لي واحد السيده راه ما كتسكت عند حد، سكتات انتي عندك. فرحت وضميتها عندي وعطيتها البيبرون ونعسات ملاك بين يديا، حتى سمعت واحد الصوت اللي خلى قلبي يتحرك من بلاصتو. ملاك هز بين يديه ملاك. تلفت لقيتو هداك اللي على بالكم، رشيد. حطيت البنت الصغيره في الكونه ديالها، ما حسيتش براسي، نزلوا من عيني دموع. مشيت عنده وعنقتو بحال الا عمري شفتو. قلت له اسمح لي رشيد عافاك، اسمح لي. هو زاد عنقني وقال لي اش كتقولي الحمقى، انا اللي خاصني نطلب منك السماحه، انا اللي ضربتك. بقيت كنبكي بهستيريا بحال شي بنت صغيره وتعلقت فيه. كنبكي، شد لي في يدي وشد لي في وجهي، قال لي سمحي لي الملاك ديالي، ما كنتش باغي نمد يدي عليك ونوصلوا لهذا الشيء. قلت له انا السبب، انا اللي استفزيتك. خرجنا من تما مشينا حدا البحر. قال لي انا ما بقيتش باغي نولد، انا باغيك انت وصافي. رجعي لي، صبرتي معايا وصبرتي على عقدي وعصبيتي. ما نكرش اني كنت كنبغي نفقسك بعض المرات بالعاني، حيت كيعجبني ملي كنشوفك مغوبشه، وكنبغي تفقسي وكتزيري على راسك بالصبر حيت كنتي كتباني زوينه. قلت له ها. قال لي ولكن كنت مرتاح معاك وكنتي كتعجبيني بتفهمك ليا رغم انك دزتي من نفس الظروف الصعبه، الا انك ما كنتيش انانيه وقلبك حس بيا. انا حسيت راسي طايره بالفرحه معاه. كمل الهضره وقال عقلتي على الماكله اللي وجدتي. قلت له قال لي ما كرهتش نطيح فيها وناكل حيت داكشي كان لذيذ وكيشهي، ولكن الخطه كنت لازم نكملها. تفقست منك، تفقست اكثر منك ملي لحت لك داكشي. قلت له نوجد داكشي لحبيبي مره اخرى وكل على خاطرك. قال لي الله يخليك ليا الزين، واجي خاطري في حاجه اخرى. قلت له شنو هي؟ قال لي تلبسي ديك اللبسه ديال الرقص وتشطحي لي. انا تما ديك الساعه تزنقت. قال لي حبيبه شفتك ملي كنتي كتشطحي، عندك الشطيح كيحمق. شديت راسي غير بزز داك النهار. انا ديك الساعه حماريت وحشمت. قال لي ملي كملتي ونعستي جيت دوزت لك على شعرك كنتي بحال شي ملاك. تما طحت في حبك وعرفت ما نقدرش نعيش بلا بيك. غطيتك ومشيت. حاولت ننساك وما نضعفش، وحاولت ننساك بالبنات والشراب، وكنقول في راسي ما خصني حب وعذاب مره اخرى، ولكن ما قدرتش. كنبغيك وهذه اول مره نقولها لك وانا متاكد منها. ما بغيتش الولاد، بغيت نعيش معاك انتي. انا حسيت راسي ديك الساعه طايره في السما، ما تيقتش راسي. عندك نكون كنحلم، عندك نفيق. ما بغيتش نفيق. عنقني وانا دموعي في عينيا بالفرحه. زير عليا وهو يشدني قال لي جي لهنا. انا تخلعت، قلت له شنو كاين عاوتاني؟ جبد لي ودني وقال لي اش كان كيدير طليقك عندكم في الدار؟ قلت له شوف بلا ما تعصب، هو كان جاي كيطلب ويزاوق نرجع ليه، ولكن انا قلت له انا كنبغي راجلي وغنرجع ليه. قال لي نعاود نسيق الخبر، هضرتي معاه نقطع حسك. قلت له اجي انت باش عرفتي جا عندنا؟ قال لي انا من نهار وقع لك داكشي وانا تابعك من السبيطار للدار من بعيد، وخفت نجي نهضر معاك حيت باباك جرى علينا من السبيطار وما عطاناش فرصه نشوفوك ولا نطلبوا السماحه. قلت له بابا ودابا كيفاش غدير؟ قال لي البركه فيك يا حبيبه، انت اهم شيء عندي. قلت له ما تخافش، عائلتي الا شافوني فرحانه معاك ما غيكون عندهم مانع نرجعوا. بقينا كنتمشاو في البحر
قلت له رشيد عندي الخاطر في واحد الحاجة. قال لي نعم. قلت له حنا ممكن نتكلفلو بديك البنت ونربيوها اللي شفتها في الملجأ، ربي غير يعطينا الولاد الا كتاب، ولا ما كتبش نربيو ديك البنت ونديروها بنتنا ونكسبوا فيها اجر في الدنيا والاخره. شد ليا في يديها بجوج وباسهم. قال لي انت غتكوني ليها احلى ام. عنقت وفرحت بزاف. عائلتي فرحوا بزاف حيت رجعنا انا ورشيد، حتى عائلته. مشينا للفيلا ديالنا والاجراءات ديال البنت غتاخد وقت. اول مره كنباتو انا ورشيد مع بعضياتنا. انا هاد المره ما لبست لا شوميز دو نوي بيضاء ولا حمراء، دخلت دوشت وخرجت بالبينوار وشعري فازك. لقيت رشيد كيتسنى فيا، ضحكت وبقيت كنشوف في المرايه وكنشف شعري. شم مورايا وبسني في وديناتي وفي عنقي. قال لي كنحماق على ريحه جسمك الطبيعيه بحال شي بيبي صغير. تلفت عنده طلع لي راسي عنده وباسني، وبلا خفيفه وبهدوء طلع لي شعري وحيد لي البنوار. ودوزنا احلى ليله في حياتي. كان كيعاملني بكل رقه كاني اميره. فقت الصباح على لمسات يدو، حليت عيني لقيتو جايب لي الفطور ومعمر لي البيت بالورد الاحمر. باسني وكلني، كان رومانسي جدا معايا. ماشي هذا هو اللي عرفتو النهار الاول. كنبغيه مستعده نعيش في النار معاه. دوزنا ايام زوينه ووجدنا الغرفه لبنتنا الجديده اللي سميناها امل، هي اللي تعطينا الامل في الدنيا. غرفتها كانت مزينه بالوردي. نهار اللي جبناها كانت احسن يوم في حياتنا. وجدنا حفله اسبوع وعرضنا على كاع حبابنا وصحابنا. داز كلشي زوين وحبيبي فرحان بيها. دوزنا ايام زوينه وبنتنا كتكبر قدامنا. قررنا نمشيو نستأنفوا علاج وربي غيجيب الفرج من بعد. حياتنا ما خلاتش من المشاكل طبعا، خصوصا نهار بانت ديك خيتي اللي كان مزوج بيها كدور بيه. ولكن هو ما عطاهاش وقت واكد لي بلي حبه واخلاصه ليا صادق. نهار عيد ميلاد بنتي امل وانا كنوجد لحفلتها، جاتني الدوخه ومشيت للطبيب بعد اصرار لوستي اللي بشرني بان المعجزه وقعت وباني حامله. الدنيا ما ساعدتنيش بالفرحه. وفي الحفله خديت الميكروفون وهضرت. عائلتي، صحابي، بنتي وحبيبي رشيد. اليوم كتكمل بنتي 3 سنين. هذا الى جانب خبر اخر نبغي نفرح به رشيد. بعد 9 شهور غتولي اب وانا ام لجوج ولاد، الامل اختها ولا خوها. رشيد ديك الساعه بكى بالفرحه، جا عنقني قدام الناس وقال لي شكرا يا احلى حب، ويا سبب سعادتي في الدنيا. ولدت اسعد. واليوم بعد 5 سنين كنحكي قصتي. ولدي عنده عام وبنتي امل 4 سنين. كتبغيه بزاف وما ما كنفرقش بيناتهم. كنحماق عليهم بجوج وحتى على رشيد. هذه كانت قصتي.